إذا أنتم من محبي الكبة المقلية والكبة اللبنية بس ما عم تزبط معكم وما عندكم ماكينة، فهذا الفيديو أكيد إلكن. خلوني أعطيكم طريقتي بالكبة بدون ماكينة وبدون هبرة بالعجين. نبدأ ونقول بسم الله. عندي كيلو ونص من البرغل الأسمر الناعم، ونص كيلو من البرغل الفاتح كمان الناعم. حطيت عليهم 4 كاسات ونص من المي المغلية، قلبتهم وتركتهم على جنب لحتى تفتح حبة البرغل. هلأ بقى ببلش بحضّر باقي الأغراض تبع الكبّة. فرمت البصل، ولازم يكون عندي البصل مبروش يعني كتير ناعم، منشان لإنه نحن عم نحضّر الكبّة يدويًا ما في ماكينة تطحنه. بعد ما فتحت عندي حبّة البرغل كتير منيح متل ما شايفينه مبين، قسّمتن على قسمين لحتى أقدر إنه أدعكن، وبعدين بلشت ضيف التوابل والبهارات. حطيت ملح، فلفل أسود، فلفل أحمر، وكمون، وبلشت أدعكن منيح. طبعًا السر بالأكلة كلّياتها وبالعجينة لحتى تطلع معنا كتير منيحة هو الدعك. هلأ باضيف عليهم تقريبًا كيلو إلا ربع من البطاطا المسلوقة، وبارجع باعجن وباقول بسم الله، لإنه بدها عجن يعني كتير كتير. قد ما عجنتوها يعني وتعبتوا بعجنها قد ما بتطلع العجينة ممتازة معكن. وأكيد للناس اللي عندها ماكينة دورين على الماكينة وبيمشي الحال مع دعكة بسيطة كمان. وأكيد ما بنسى البصل اللي طحنته قبل شوي. وهلأ ببلش بحضر الحشوة. من بعد ما دبلت البصل نزلت بكمية اللحم يلي عندي، لحم مفروم ناعم مدهن طبعا، وبعدين ببلش هوسهم كتير منيح لحتى يتغير لونهم ويتقلوا كتير منيح مع بعض. وبعدين ببلش بضيف الإضافات يلي بحبها. أكيد الإضافات اختيارية، ممكن تحطوا رمان، دبس رمان، جوز، لوز، صنوبر يلي بتحبوه. أنا ضفت شوية دبس رمان، وبعدين ضفت الجوز المقطع بحجم متوسط. وهيك حشوتنا صارت جاهزة، بنتركها على جنب لتبرد. وبعدين ببلش بتشكيل الكبة. بلشت أول شي بالكبة اللبنية. أخدت كرة صغيرة من العجين، وبعدين بلشت افتحها بإصبعتي متل ما مبين بالفيديو، بعدين بحشيها، وبعدين بسكرها يعني متل ما واضح بالفيديو. ممكن تستعينوا بقالب الكبة، ممكن تستعينوا بالماكينة، يعني كيف ما بتحبوا بتقدروا تشكلوها. وهلأ ببلش بحشي الكبة المقلية. طبعا الكبة المقلية لازم تكون أكبر حجم وأرق، يعني لازم تكون كتير رقيقة لحتى تطلع ظريفة معنا. وإذا انتبهتوا إنه العجينة ما شاء الله كتير سهل التعامل معها والتشكيل، ويعني ما عذبتني أبدا ما شاء الله. وهلأ بعد ما خلصنا تشكيل الكبة ببلش بحضر للبن. شويت اللبن وحطيت عليه النشا، وممكن إضافة شوية رز حسب الاختيار. وهلأ وأنا عم أشوي اللبن ما بنسى أحط مقلى زيت على النار، زيت غزير. ببلش نزل حبات الكبة الصغار عليه، وما بكتر بالمقلاة وما بحرك الحبات، يعني بتركهم شوي هيك بس لحتى يتشمعوا. أنا ما بدي إياهم يستووا على الأخير مثل ما مبين معكم. يعني أول ما يبلشوا ياخدوا لون بسيط كتير بشيلهم، وبعدين ببلش نزل غيرهم. وهلأ بحطهم على صحن على جنب، وببلش بنزل فوقن اللبن مثل ما مبين. وهيك صارت عندي كبة لبنية جاهزة خالصة معنا. وهلأ ببلش أقلي الكبة المقلية. بنزل 4 5 حبات بكل مقلاة، ما بحاول إني أنا ما كتر فيها، وما بحركن أبدا لحتى تبلش تاخد لون. وهيك بتكون صارت جاهزة عندي. وهيك بيكون فيديو اليوم خلص. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك، ولا تنسوا تكتبوا تعليق حلو تاخدوا عليه أجر لو حدا غيركم قرأه. وسلام.